الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرف، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة مقعدا، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه كما جمع بكم هنا أن يجمعنا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لا نزال أيها الأفاضل نجوب بحضراتكم، وقد كان سياق الحديث عن المواطن التي يستحب للإنسان خاصة في يوم الجمعة بل وفي سائر أوقاته أن يخصها بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفصلنا في باب الدعاء تحديدا في حديث سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه الترمذي وجوده الحافظ ابن كثير: الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا مراتب الصلاة عليه الصلاة والسلام، كيف أنه ينبغي للإنسان أن يثني على الله تبارك وتعالى بما يعرفه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في أوله أو في أوله وآخره، أو في أوله وأوسطه وآخر دعائه، حتى يكون هذا الدعاء على أتم صيغة. من تلكم المواطن أيضا والتي نقف معها أيها الأفاضل، أن الله تبارك وتعالى من قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن جعل الصلاة عليه مما يكفر الله تبارك وتعالى بها الذنوب، تحديدا في مجالس الناس الآن يجلسون في مجالس شتى، حتى في مجالس المباحات، في مجالس العمل، قاعد في جلسة عمل أو في جلسة هكذا الأصل فيها نقول أنها مباحة. هذه الجلسات شرع الله تبارك وتعالى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعاهدها الإنسان بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورد فيها حديث ربما نقف معه أيها الأفاضل مطولا. هذا الحديث والذي يرويه الإمام ابن ماجه والإمام الترمذي الإمام البيهقي ابن أبي الدنيا، كلهم يتحدثون عن فضل الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله فيه. صلي لي على البشر الذي شفوا لها بالوحدة. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه، هذه الأولى. 2: ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. زيد صلي لي على البشر الذي باش نفهمه. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا أي مجلس راح تجلس، أي قاعدة راح تقعد، جلسة رسمية قاعد مع أصحابك في القهوة، قاعد في بيت رب العالمين، في أي شيء تجلس فيه الجماعة 2 فصاعدا. النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا قال لم يذكروا الله فيه، لابد أن نفهم أن هذه المجالس لم يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. 2: قال: ولم يصلوا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة هي الحسرة. هذا المجلس اللي راح تجلسوا وينفض هكذا المجلس دون أن يذكر فيه الله تبارك وتعالى بكفارة المجلس، ومن كفارة المجالس أن يصلى فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يذكر الله فيها 2 ولم يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم ترة. يوم القيامة المجلس هذا لما يذكرك به رب العالمين بالكبيرة والصغيرة ويجبد لك المجلس، من أشد الأشياء ومن أكبر الأشياء التي يتحسر عليها الناس أنه هاك المجلس القاعدة اللي قعدناها لذكرنا فيها رب العالمين وصلينا فيها على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. زيد صلي لي على البشر النذير باش نهزوا. فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. العلماء قالوا هذا الإنسان الذي يجلس هذا المجلس، وحطوا هذا الإنسان يجلس في مجلس مباح، ما فيش ريبة، ما فيش نميمة، ما فيش معصية، تحدثوا على مسائل هكذا، هذا الأصل فيه أنه مجلس مباح. لكن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا كان عليهم ترة، حسرة. وأصل في باب الحسرة أنه يكون على فوات على فعل المعاصي. لما يقول إن شاء عذبهم، العذاب يكون على المعاصي. وهل هذه المجالس التي تكون الأصل فيها أنها مباحة تكون من المجالس التي يعذب عليها الله تبارك وتعالى؟ هنا جاء الخلاف عند العلماء في توجيههم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إلا كان عليهم ترة حسرة. 2: إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الإمام الطيبي مالك رحمة الله عليه قال: هذا خرج مخرج التشديد والوعيد. التشديد
حتى أن الإنسان لما يكون في مجلس هكذا والمجلس رايح يفض هذا المجلس وينتهي، الإنسان مباشرة يأتي بكفارة المجلس كما يأتي بيانها، ويصلي في هذا المجلس في نهايته على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة عليه الصلاة والسلام تعد خاتمة وكفارة للمجالس. يعني ربما الإنسان أسهى الكلمة، ربما الإنسان زلزلة معينة فيجي ذكر الله ويجي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يمحي هكذا الذنب ويمحي هذا المجلس مما شابه من شيء من اللغو ومن نحوها. بعضهم قال إلا كان عليه امتراء، يعني حصر، إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم، يعني إن شاء الله أخذهم بالذنوب السابقة وبالذنوب اللاحقة. هذه أقوال، لكن القول الذي يعني له وجاهة هو أن العلماء قالوا ليس بالضرورة أن رب العالمين يوم القيامة أن تكون الحسرة على مسائل المعاصي. كاين تلاقوا عند رب العالمين، ربي يلطف بينا وبيكم يا اخوان. أو الحسابات الهيه يعني أكثر من الحسابات التي تخطر عندنا. فلما يقول لك لا كان عليهم ترى حسرة، الحسرة لا تكون على فعل المعاصي، لا، الحسرة قد تكون أيضا على فوات الطاعات. وهذا من المداخل التي نغفل عنها، أنه كثير من الناس في بعض الطاعات قد يفرط فيها. علاه ما تصليش مثال الرواتب التي تترتب بعد كل فريضة أو قبل فريضة، يقول كذي من باب النوافل. أولدي علاه ما تصومش حتى نهار في العام تلقى بها رب العالمين، يقول كذي مش فرض عليا. علاه لما تخش المسجد علاه ما تلزم مصحف تقرأ، يقول كذي مش فرض عليا. تركه لكثير من هذه الطاعات يتحسر عليها الإنسان. والقرآن الكريم حدثنا عن كثير من الصور، يعني البكائين اللي جوا للنبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة ونحوها، بعض من هؤلاء لم يكن لهم شيء من المال يحملون به أنفسهم، لا زاد لا راحلة لا طعام يتبلغون به. جوا للنبي عليه الصلاة والسلام يطلبون الراحلة، قالوا له أعطينا ناقة حتى نحن نخرج معك القتال في غزوة تبوك في السنة 9. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس له في وقته ذاك ما يجود به علي، ما عندوش شرح يمدنا. فلما عادوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام القرآن سجل فيهم واحد الصفة معينة، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. القاسمي رحمة الله عليه في محاسن التأويل قال دلت الآية، هذه الآية، على جواز البكاء وإظهار الحزن على فوات الطاعات. هؤلاء عذرهم رب العالمين، ما عندهمش ولا تكليف إلا بمقدور، وعذرهم رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما عادوا لما ما قدروش يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لعدم قلة الظهر وعدم وجود المال، رب العالمين قال تولوا وأعينهم مش بها تفيض، مش يبكي، تفيض الفيضان رو يكون في الماء الغزير، دلالة على شدة البكاء أنه فاتتهم الطاعة. هذا نجده أيضا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما حدثنا عن الرجل عن صلاة الوتر، قال الذي تفوته صلاة الوتر كأنما شيء مش بيه وتر أهله وماله. صلي لي على النبي. هذا إنسان يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام على الإنسان اللي تفوته صلاة الوتر، فريضة خلينا نحطها عليه صلاة الوتر، قال الذي تفوته صلاة الوتر كأنما وتر أهله وماله. وش معناها وتر؟ قديما الوتر هي الجناية التي تطلب ثأرا. شفتي العرب قديما لما يقتل لهم قتيل مباشرة لا بد لهم في ذلك من طلب الثأر، كما قتلتينا كما نقتلوك، حتى جاب رب العالمين باب القصاص. فرب العالمين مش حاب يقول لك، يقول هذا الإنسان اللي يريح صلاة الوتر دون عذر، وكأنه هذا الإنسان فقد له كل أهله وكل ماله، هو يبحث ابشر ربي يحفظك. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلوا لي على البشر النبي الذي تفوته صلاة الوتر قال كأنما وتر. الوتر
هو الجناية، أي بمعنى الجناية التي يطلب لها ثأرا ولا يجد. هذا الإنسان العربي الذي يطلب ثأرا ولا يجد يجتمع عليه مصيبتين. المصيبة الأولى غم المصيبة في حد ذاتها أنه لم يأتي بثأر يعني هذا القريب وهذا العزيز، واثنين مقاساة الطلب أنه يسعى في الطلب ولا يجد هذا الطلب. فهذا الإنسان اللي تفوت الطاعة الأصل أن يصاب بالغم لفوات الطاعة لأنه لا سبيل له على إدراكها، واثنين أنه حتى لو حاول هذا الإدراك فإنه لم يصل إليه. يعني الإنسان الذي تفوته صلاة الجماعة هذا الإنسان فرط في 27 فرجاء 27 حسنة، لو يعيد الصلاة هذه 27 مرة فاتها. وصلت المعلومة؟ أنت لما تفوتك صلاة الجماعة 27 حسنة راح كونك الصلاة تعود فيها الرب العالمين 27 مرة. هذا الطلب أنت تريد أن تدرك الطلب حب الأجر هذا اللي فات أنك ترجعه من عند رب العالمين. رب العالمين صيفات حتى نفهم أنه باب الحسرة لا تكون إلا على مجرد الحسرة على فوات المعصية أو المثال عسى الله تبارك وتعالى هذا الإنسان يأثم أو نحوها، إنما أيضا الفوات يكون أيضا لأجل باب الطاعات. وهذا المعنى الثاني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني بعض السلف في بعض تفسير آية القرآن الكريم قال يعرض على ابن آدم يوم القيامة ساعات عمره. هذه الساعات إلا رب العالمين يحصيها وتعرض عليك وتراها. قال فكل ساعة لم يذكر الله تبارك وتعالى إلا وأخذته الحسرة. وهذا يجي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. صلي على الأبناء. هذا الإنسان المتحسر أو ضامن لو داخل الجنة دخلها رب العالمين سبحانه وتعالى أجر له الجنة، لكنه لما تعرض عليه هذه المسائل والمجالس ويلقى إنه في باب المجالس نتاعو كان يقوم هكذا مباشرة دون أن يذكر الله تبارك وتعالى فيها ودون أن يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، يتحسر أن فاته الخير والفضل، يتمنى أنه لو ختم هذا المجلس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة التي ربما بها نختم حتى لا يعبث بمثل هذه النصوص. لما نتكلموا أنه المجالس الأصل فيها أنه يذكر فيها رب العالمين ويصلي فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يشمل مجالس الغيبة شيء. ومش نقعدوا نجيبوا فلان وفلان ونحطوهم قدامنا ونخوضوا في أعراضهم حتى المشاشة، وبعدين الإنسان يمشي إلى كفارة المجلس أو يمشي للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يريد بذلك أن يمحو ما جنته يداه وما اقترفته يداه. هذه المجالس مجالس الغيبة كفارتها لا تكفر بهذا، لا. الكفارة التي نتحدث عنها تكون في المجالس العادية التي ليس فيها إثم ليس فيها معصية، هذه تكفر بكفارة المجلس التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. من جلس مجلسا فكافر فيه لغطه، هذا يهز شوية في الصوت وهذا في كذا. فأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجالس العادية ويصلي الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الغيبة عندها أحكام أخرى شيخ، حقوق الناس أو تحصل في أعراض الناس كلام مباح، والأصل في الغيبة هي الحرمة. نحن الناس الآن عدت الأصل في الغيبة هي الإباحة ويستثنى. لا، الأصل للإنسان أن يكون عفيفا في لسان، هذا هو الأصل اللي تعبدك به رب العالمين. الأصل في الإنسان ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الأصل في المؤمن أنه متربي باللغة نتاعنا نحن. فلما يجلس الإنسان مجلس ويهدهد الناس الكل والأعراض وفلان وزيد ولو كان فيه ما قلته، هذا ليس من حقك، لأن الناس الآن يقول كلمة أو حد يتوسف فيها بما فيه، أنت وسف فيه، ما عندكش حق تحدث في الناس. الغيبة زي والبهتان زي. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتدرون ما الغيبة قلنا الله ورسوله أعلم، قال الغيبة شيء، أو عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره. أي كلمة تعرف أنه كنت تقولها لأخوك هذا راح تغير حتى شوي في وجهه ولا تطيح به، كله غيبة ولو كان حتى بالغمز واللمس. فالغيبة قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره. زيد صلي لي على النبي. يقولوا له يا رسول الله
أرأيت إن كان في أخي ما أقول، هذا الذنب اللي قاعد نقول فيه أو يسرق أو يدير أو فيه حق فيه، قال إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، تقعد غيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالأصل في الإنسان هو السلامة. لذلك كفارة المجالس التي تكون بالغيبة، نحن عندنا باب الذنوب هي مسألة الإقلاع عن المعصية، هي مسألة الندم وألا يعود الإنسان، هذه في الذنوب العامة. الغيبة عندها مسائل أخرى بينها النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأخرى هي مسألة رد المظالم، أنت مدي الناس دراهمهم ومدي لهم كذا ومن هنا وتجي تقول لي استغفر الله وأنت رجعت الناس. ما كانش حقوق الناس ترجع، أموال الناس ترجع، أعراض الناس هذه لابد لها أن يتحلل منها الإنسان. فرد المظالم من شروط الذنب. فالمسألة الأولى على مسألة الندم ومسألة الاستغفار والعزم، هذه في الذنوب التي بينك وبين الله، بينك وبين الخلق. نزيد لها مسألة رد المظالم وحده، واثنين طلب بالعفو. بعض الناس يجيك يقول لك الشيخ أنا فلان أو مسيت ولا هضرت فيه هو نستغفر له برك. لا شيخ، أنت نهار اللي جبته قدام الناس وكان القصد نتاعك أنك تطيح به، تطيح له في عرضه وتطيح له في أخته وتطيح له في أمه وتطيح له في نفسه، ثم ما هزك حتى حاجة وما حركتش حتى شيء، لما تروح باش تطلب السماح وتطلب الأذن تلعبها أنك تحشم. لا، لابد من طلب العفو. إن مات هذا الشخص علماؤنا قالوا تستغفر له الله تبارك وتعالى، وتدعو الله تبارك وتعالى، وتستغفر الله سبحانه وتعالى، لأنه المسلم هذا ما عندكش حق أنك تمسك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الناس الآن عادوا كما يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه، كثير من الناس يحكم خوه هدد وبعد يدخلها تحت مظلة الشرع ويجيب واحد المستثنيات معينة هو لا يفهمها وغيره لا يفهمها. لذلك باب كفارة المجالس التي ذكرناها تكون في المجالس العادية التي كان فيها الكلام عادي، لكن ربما حدث فيها شيء من رفع الصوت، ربما هذا الإنسان تهجم على أخوه دون أن يقصد. أما تكون قاعدين لأجل الناس ولأجل أعراض الناس ومن بعد ندير كفارة المجلس تكون دير 200,000 كفارة، والله ما يقبلها منك رب العالمين. حتى تجيب مسألة رد المظالم، حتى تجيب مسألة رد السماح، وكانت المسائل المتعلقة بالأموال تمد أموال الناس. أما أنت الإنسان يدي أموال الناس ويستبيح أعراض الناس ومن بعد يقول لي أستغفر الله وأتوب إليه، هذا ليس استغفار، هذا استغفار تاع القلب، هذا استغفار تاع اللسان. استغفار وين؟ الاستغفار العملي، رد المظالم ونحوه، هذا هو اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الإنسان يا إخواني في لسانه في مجالسه أن يكون عفيف اللسان استنانا بالرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الموطن الآخر والذي أيضا يستحب الصلاة فيه هو موطن التشهد المعروف في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشهد، فمن مواطن أيضا التشهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، على خلاف بين العلماء في حكم الصلاة عليه في باب التشهد. عامة الفقهاء من المالكية والحنفية، عامة الفقهاء قالوا أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني تعد من باب السنن. غيرهم هو اللي مذهب الشافعي ورواية عن الحنابلة قال بها الإمام المازري رحمة الله عليه المالكي، ورجحه أيضا ابن العربي المالكي، قالوا بوجوب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التشهد الثاني من الصلاة. وهذا أيضا مذهب طاووس بن كيسان اليماني رحمة الله عليه، أنه كان إذا صلى ولده بجانبه كان يسأله هل صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في تشهدك؟ فإن قال لا قال أعد صلاة أخرى. باش تعرف المسألة مش مسألة ليست من المسائل الهينة، والإنسان ماذا به يحتاط دينه ويخرج دائما الإنسان من باب الخلاف، فيأتي الإنسان في التشهد يا أيها الأفاضل بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها من المواطن التي بينها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تبقى بعض المواطن هكذا ربما نذكرها حتى يعلم الناس، خاصة إخواني، خاصة رواد المساجد، خاصة في يوم الجمعة، لأنه كما قلنا يوم الجمعة عنده خاصية على غيره من الأيام، أنه رب العالمين شرع لنا مش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، الإكثار. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون عندك يوميا، لإكثار في يوم الجمعة الصلاة عليه مرادة لذاتها صلى الله عليه وسلم. لذلك الإنسان يكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام، لأنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بن كعب
قال إذا تكفى همك ويغفر الله لك ذنبك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا هموم الدنيا والآخرة وأن يفرج يعني كروبنا. نذكر إخواني بارك الله تبارك وتعالى فيهم بجمع عمل التبرعات المسجد الهداية. تعرفوا المسجد هذا مسجد في بلاصة في الزاوية الفوق خلاص في الجزيرة، من عنده أزيد من 20 سنة لحد الآن لم يفتح. فإخواني هذا المسجد يعني إخواننا أهل التبرعات ماذا بينا يعني يتكرموا في هذا اليوم ويحطوا هذا المسجد أيضا في بالهم. أي إنسان عنده صدقة، أي إنسان قادر يعني يعاون بالقرافة، يعاون أو حاجة، أو يعني الرقم الحساب الجاري راه موجود، يعني يتصلوا المسجد يعني معروف وموجود، خاصة المنطقة هذه كما نعرفها الكل تحتاج يعني إلى بيت الله تبارك وتعالى، خاصة مع الكثافة السكانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم على طاعته، وربي يتقبل منا هذه الصدقات إن شاء الله نلقى رب العالمين سبحانه وتعالى وهي خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواننا أبنائنا اللي جابوا لنا يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتى المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى لأختنا أن يرد عليها ضالتها ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.